خلال حرب الرمال أرسلت مصر حوالي 1000 جندي مصري لدعم الجيش الجزائري ضد القوات المسلحة الملكية المغربية، بالإضافة إلى عتاد حربي. كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك ضمن هؤلاء. حسني مبارك رافق الجنود المصريين على متن طائرة قبل أن يقع أسيرا خلال الحرب. في 8 من شهر أكتوبر سنة 1963 أعطى ضابط جزائري تعليماته لفيلق جزائري كان تحت إمرته بمهاجمة المركز الحدودي حاسي بيضاء. الحادث أسفر عن مقتل 10 أفراد من القوات المسلحة الملكية التي كانت مرابطة في ثكنة حدودية تم إحراقها بالكامل. بعد هذا الحادث استنفرت جميع الأجهزة والوحدات العسكرية المغربية لحرب الرمال. الملك الحسن الثاني قاد قبل أشهر من عملية الهجوم وفدا مغربيا إلى الجزائر من أجل التوصل إلى حلول جدية بخصوص المشاكل على الحدود المغربية الجزائرية. الاستعمار الفرنسي الذي عمر بالجزائر لأزيد من قرن من الزمن عمد إلى اقتطاع أجزاء واسعة من التراب المغربي لصالح الجزائر في عملية سياسية استعمارية. القوات المغربية التي كانت تحرس المركز العسكري كانت تتوفر حينها على أسلحة خفيفة، في حين كانت القوات الجزائرية المجهزة تتوفر على أسلحة ثقيلة. خلال حرب الرمال أرسلت مصر حوالي 1000 جندي مصري لدعم الجيش الجزائري ضد القوات المسلحة الملكية المغربية، بالإضافة إلى عتاد حربي. كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك ضمن هؤلاء. حسني مبارك رافق الجنود المصريين على متن طائرة قبل أن يقع أسيرا خلال الحرب. الملك الحسن الثاني اختار حينها تسليم الأسرى المصريين لجمال عبد الناصر في مطار القاهرة خلال حضوره أشغال قمة عربية بمصر. توجهت طائرة تحمل حسني مبارك ورفاقه الأسرى إلى هناك. انتظرت في مطار القاهرة إلى حين وصول طائرة الملك، وبعد انتهاء البروتوكول الرئاسي قدم للحسن الثاني إكليلا من الزهور. قال الملك للرئيس جمال عبد الناصر حينها: هديتي إليك أكبر من مجرد إكليل، كاشفا له عن مضمون الهدية. الهدية كانت عبارة عن أسرى دفعهم جمال عبد الناصر إلى حرب الرمال فيما يشبه المجازفة. تدخلت الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية للصلح بين الجزائر والمغرب، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بباماكو في 29 من أكتوبر سنة 1963، وعادت المياه إلى مجاريها بين المغرب ومصر بعدما قبل الراحل الحسن الثاني الدعوة الرسمية التي وجهت له من طرف مصر لإطفاء لهيب النزاع بشكل نهائي.